السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أستسمحكم اليوم في أن أكون عادلا في هذا الفيديو لأعطي حق الملوك العلويين من محمد الخامس إلى الحسن الثاني ثم محمد السادس، والمتمثل في الاعتراف بجميلهم نحو الجزائر منذ ثورة التحرير إلى تاريخ اليوم. فطلب العلويين فك الارتباط بفرنسا وإلغاء معاهدة الحماية لم يكن خيانة للجزائر كما يعتقد الكثير منا، بل هو فقط لتثبيت سيادة الجزائر على بشار وتندوف، تعويضا عن مدينة وجدة الجزائرية وما جاورها، والتي اجتزأها الاستعمار الفرنسي ومنحها للمغرب، وهذا قمة العدل. اثنين، إعلان حرب الرمال على الجزائر في 63 كذلك لم يكن لاسترجاع بشار وتلمسان كما يشاع ويسوق للعالم، بل كان حركة ذكية من المغرب لتحفيز الجزائريين آنذاك على نبذ الخلافات ولم الشمل لبناء الجزائر المستقلة. ثلاثة، اتهام الجزائر بالإرهاب وفرض الفيزا على مواطنيها في 94 لم يكن إلا خلق المبرر للسلطة الجزائرية لغلق الحدود، بغية حماية اقتصادها من التهريب، ولمجتمعها من تفشي الإدمان وتجارة المخدرات. خمسة، التهديد المسبق بعدم تجديد اتفاقية أنبوب الغاز المار عبر أراضيها نحو إسبانيا لم يكن مطلقا يستهدف الجزائر، بحد استهدافه إسبانيا بغية إضعاف دورها في الاتحاد الأوروبي، ودفع الجزائر أيضا إلى مد أنابيب غازها من خلال البحر والنأي بها عن التجاذبات الجغرافية والسياسية التي تثار من حين لآخر. كذلك كان الأمر مع احتضان العلويين لحركتي ماك ورشاد، هو كان يهدف لخدمة السلطة الجزائرية وإعطائها المبرر لإعلانهما منظمتان إرهابيتان، وبالتالي توثيق الخناق على كل داعم لهما أو منتمي. فألف شكر لملوك المغرب وللأسرة العلوية كافة على هذا الدعم المطلق والتضحيات الجسام التي قدموها للجزائر، وهذا قمة الأخوة. فشكرا وألف شكر، ونصر الله محمد السادس على شعبه وزاده ذلا على ذل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.